السؤال الجاي من عمر محمد بيقول: دكتور حازم، اولا شكرا على الفيديوهات العظيمه، كل النصائح استفدنا منك جدا. العفو عمور، وربنا يجعلها في ميزان حسناتك. الله يكرمك يا حبيبي. ثانيا، يا ريت تكلمنا اكتر عن صناعه محتواك، الاستوديو والطاقم العمل اللي معاك. اما عن الاسئله فانت ما خليت اسئله نسال عنها. ماشي. انا قصه صناعه المحتوى بالنسبه لي قصه كبيره شويه. تمام. هي بتنقسم لخطوات كتيره جدا، هحاول اختصرها لكم. مبدئيا الموضوع بيبدا بان انا بحدد الهدف والمستهدف من هذا الشهر. بناء على ذلك بتبدا تطلع افكار الفيديوهات. عشان احقق الاهداف ديت بقسم ده افكار الفيديوهات اللي انا محتاج اعملها، وبرده بنحدد عدد الفيديوهات. ثم بننتقل للمرحله اللي بعد كده ان احنا نبدا السكريبتات او النص بتاع الفيديوهات دوت. ودي عمليه بتاخد مني وقت طويل جدا جدا جدا. البحث وتظبيط محتوى الفيديو من اكتر المراحل المرهقه جدا في عمليه انتاج المحتوى. عندنا فريق تاني خاص بالسكرتاريا، ده خاص بالعياده. عندنا فريق التيم بتاع السوشيال ميديا الاونلاين. فعشان نحاول نقدم لكم نفس الجوده اللي بنقدمها لكم دي، بنحاول ان احنا نقسم الادوار عشان نقدم لكم المحتوى بشكل افضل. بجد شكرا لكل واحد في الفريق دوت. انا ما كنتش هقدر اعمل حاجه بدون الناس دي، فشكرا.